فسرولي علاش as a person أول مرة يمشي الإدارة يتصرفوا معاه هذا السرود. الحكاية الكل انو انا حاشي باسبور متاعي اورجون ديجا اوراق باسبوري حاضر جاي من بكري ميم با ناقصهم حتى شي جوست تمبري ولا حكايه كيف من هكا دوكو انا هزيتو خاطر حقيتو مش نورمال والاوراق هذوكم عزيتهم الجمعه اللي فاتت وفاليديوهم في المركز فاليديها شي في المركز وقال لي راه سي بون جوست دوسي نتاعك حاضر باش نبعثوه باش تجي تاخذ باسبور نتاعك الجمعه الجايه اوكي دوكو انا قعدت نستنى فيهم يكلموني خاطر خداو نمرويا ديجا قالولي طاك يوصل يكلموك بعد ذاك لين وصلنا لاخر الجمعه وما كلمونيش دوكو قلت خلي نمشي وحدي ماما كانت باش تجي معايا اما ما نجمتش خاطر جاتها قضيه قلت خلي نمشي وحدي المره برسمي اتس ماي فيرست تايم اني نمشي وحدي حسيلو وصلت لغايتي باش نسالهم الكو باسبور نتاعي حضر ولا اوكي سي تري سامبل معناها انا ما لقيتش الراجل اللي صاب لي اوراقي ولا حكيت معاه معناها بخوبو الاوراق وكل شيء لقيت مرا حسيت وقلت لها جيت باش نشوف باسبوري حضر ولا قلت لي راه اوراقك ميم با مصبوبين قلت لها علاش قالت لي على خاطر الداتا نتاعهم موافيه بمسيت تصور قدم وقت اللي ما فهمتش وين قدم انا معناها عملتهم ثاني شهر في العام دايرلي وقالت الداتا نتاعهم موافيه من 2025 شيز ويرد معناها هذا الجمعه اللي فاتت الاوراق تعداو قالت لي تستحق بطاقه تعريف ولازم ما فماش بطاقه تعريف في الدوسيه قلت لها عندي ترخيص ابوي معناها اوكي عملت 18 اما بطاقه التعريف نتاعي باش نعملها من بعد الباسبور انا الحقيقه تويكا جوست حاجتي بالباسبور اورجون بطاقه تعريف هاني نعمل فيها نحضر لها فيها اوراق عاد لهنا واضح نفسر لها علاش حاجتي بي تري اورجون وراهو جوست حاجتي بالباسبور جوست باش نثبت ليدونتيتي نتاعي وراني باش نعملهم اوراق بطاقه التعريف دايوغ جوست نستنى في الجنسيه باش تحضر like it's literally clear معناها الكلام اوكي قالت لي ليه لازمك تصب بطاقه تعريف وبعد باسبور وقت اللي بيبي عمره نهار ينجم يعمل باسبور لا شاف المركز ديجا يعرف عمري ويعرف كل شيء ما قاليش منها لا جوست ماك عندك ترخيص ابوي شنو هو المشكل معناها بالحق شنو هو المشكل ما فهمتش انا علاش يعطلوا في العباد هكا when they really need something وانت اصلا لازمك تسمعني عن شنو هي مشكلتي باش تعرف شنو هي الكا ماهمش لي الكل كيف راهو انت غاديك تخلص خاطرك في خدمه المواطن ما فهمتش انا على شنو قاعده تخلص بعد ما انا قلت لها راهو اورجون وكذا 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 قامت تعيط عليا ما فهمتش انا علاش تعيط عليا وحست هدرا كيفاش تتصرف معايا عرفت بتاع ليه ديجا اوراقك بس وقت المركز معبي وانا برسمي راني اول اكسبيرينس لي ما نعرف شنو نعمل شنو ما نعملش وعمري ندخل اداره وحدي وكل مش علاش تعيط عليا شنو هو البوزيشن نتاعك اللي تخليك تعيط عليا عليه بالنسبه مهما كانت البوزيشن نتاعك ما عندكش الحق تعيط على حتى مواطن لا انا لا غيري ابخي طوبه وانا تنفه وتكش عليا وانا غادي جاتها مرا قالت لها حاجتي بطاقه تعريف قالت لها تفضل مدام يعني انا تصرف معايا هكا وهي تصرف معاها هكا ليه شوف هذا هي طيحت عليهم الكل انا قاعده نحكي معاهم نفسر لها في القهوه وهي قالت لي يا بنتي قاعده تفهم فيا اي نفهم فيك انت اللي ماكش قاعده تفهم فيا كنتي معناها حابة تقول لي هي اللي كلامها هي صدق الله العظيم واللي قالته هو ذاك هو معناها هكا بالحق ندمت اني دخلت الاداره وما فهمتش انا علاش باسبور نقعد شهر باش نحضروا في جرة العباد ايضا تقول عندها مشكله بيرسونيل معايا انا مره نشوفها بلي صارت له فازه هكا في مركز ولا في اداره يقول لي بالكش منيش وحدي راني تو مصدومه راني خرجت بالحق اكلي اوكي ام سترونغ وكل برسمي راني دوبا خرجت قمت نبكي في الشارع ما نجمتش نتحمل كيفاش تعيط عليا كنت بريف سي ذاتس بن جوست حبيت نحكي لكم ستوري تايم بالحاضر كهو have a nice day